صباح الخير. ان شاء الله هعمل معاكم النهارده طاجن الباميه، بس بمكون كده يعني اول مره احطه في الباميه. كنت قلقانه جدا لا يغير لي طعمها او يغير مزارها، بس طلع تحفه وبجد. يعني اعتمدته خلاص في طاجن الباميه بتاعي، وان شاء الله مش هغيره. تعالوا شوفوا المكون اللي انا حطيته في طاجن الباميه، خلى طعمه رهيب يا جماعه. المكون بتاعي الليمون المعصفر. بصوا بقى، انا جبت بصلايه، ليمونتين معصفرين كده، توم، ملح، فلفل اسود، كزبره، بابريكا. حطيت كل المكونات دي في الكبه وضربتها كويس جدا. الليمون المعصفر يا جماعه ودى الطاجن في حته تانية خالص. الطعم، المزازه الحلوه. بصوا بعد ما اتضرب بقى شكله عامل ازاي. انا ضربت المكون كل ده مع بعضه بقى معجون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جبت بقى حلة على النار، حطيت فيها زبدة، وطبعا زبدة يعني محتاجة شوية زيت عشان ما تتحرقش معايا. يدوبك بس دابوا معايا وسخنوا شوية، نزلت بالمعجون اللي انا ضربته في الكبة. دي طريقة غير معتادة، غير ان احنا بنحمر البصل لوحده وبنحط بعد كده عليها البامية والطريقة المعتادة دي خالص. لا، دي طريقة جديدة صدقوني هتخلي الطاجن تحفة. اديت تشويحة كده للمعجون اللي انا ضربته، التوم مع التوابل مع الكلام ده كله مع الليمون المعصفر. بس خلوا بالكم لازم تشيلوا البذر من الليمون. نزلت بقى بالبامية وقلبتها مع الخليط اللي انا عملته ده لحد ما كل بامية اتشربت من المعجون ده. ما حطيتش اللحمة الاول، بعد كده حطيت اللحمة. طبعا اللحمة دي مسلوقة بنسبة 95% او مستوية خالص، لان البامية بتاخدش سوا نهائي. قلبت كله مع بعضه ونزلت بقى بالطماطم معصورة متصفية كويس جدا، واخدة كمان غلوتين على النار. يعني ما بحطش كمان الطماطم نية، لازم تاخد غلوتين على النار او شبه متسبكة. بعد كده بقى زودتها الشوربة بتاعت سلق اللحمة. مش عايزين نزود ملح، يعني انا ما حطيتش ملح كتير عشان برضو الليمون متملح بما فيه الكفاية، والشوربة برضو فيها الملح بتاعنا. يدوبك بس اديتها غلوة واحدة على النار ونزلت عليها، ونزلت الخليط كله او البامية في الطاجن زي ما انتوا شايفين. في الوقت ده الفرن عندي شغال. اديتها كده تقليبتين، وطبعا لازم تظبطي الملح بتاعك والفلفل الاسود كله تمام. طبعا بقى لازم اديها اللمسه الحلوه كده، لازم فلفل، يعني انا بحب الفلفل جدا مع الباميه. طبعا اللي عايزه مشطشطه حطيت فلفل حامي، حطيت فلفل رومي، رضيت كل الاذواق عشان ما حدش يزعل. يعني حطيت الفلفل الرومي كده شرايح، وبحب كده قرون الفلفل الحامي بحالها. طبعا سقطتها شويه كده في الدمع عشان تاخد الصوص او تاخد شكل الصوص وطعمها. اديتها بقى عليها من فوق بقى شويه رشه فلفل اسود، لزوم الحبشتكنات كده والحركات. هتاكلوا احلى طاجن باميه صدقوني. الليمون المعصفر ده وده على فكره ده حصري، محدش عمله قبل كده، سوسن سليمان بس اللي عملته. كنا بنحط ليمون عادي، لا قلت اما اجرب بقى الليمون المعصفر. حطيته في الفرن يدوب خد نص ساعه كده، اتسبكت واتشكشكت كده مع بعضها، وده الشكل النهائي. طعمه يا جماعه ان شاء الله هيعجبكم، خرافه خرافه بجد. شوفوا بقى متسبكه وتمام وكله مستوي. طبعا قدمتها مع الرز وبألف هنا وشفا. باي باي.